مساء الخير حبايب قلبي، مساء السعادة، مساء كل شي حلو إن شاء الله. طبعا اليوم جيتكم فيديو كلش حلو. أتمنى من عندكم إذا كنتم مشتركين أتمنى من عندكم الاشتراك، وإذا عجبكم الفيديو أتمنى من عندكم اللايك الحلو. وطبعا نبلش بالفيديو مالتنا. مثل ما تشوفون هنا عندنا المشمش. طبعا هذا المي، هذا مو مي، أنا ما مخليه قطرة مي. هذا الشكر نقعته بشكر لمدة يعني ساعتين تقريبا. خليت له عليه الشكر وغطيته. وهنا أنا جبت الهيل وراح أخلي ذرة اللامندوزي وأخليه على النار وينطبخ هو بالمي مالته. أي قطرة مي ما راح أخليه. طبعا سويت قبل فترة، نشرته في فيديو، فهم يعني حبوه، بس كانت الكمية كلش قليلة بسرعة خلاص، فحبيت أسوي مرة ثانية وشوية كمية أكثر. هنا مثل ما تشوفون صار، والثخن او القوام مالته انتو حسب رغبتكم حبايبي. اذا حابين اخف تقدرون تخلوه له نص قلاص مي وتخلوه على النار وتخلوه شويه اخف من هذا الشيء. وطبعا ثاني يوم هذا الريوق مالتنا، وسهمنا وسهمكم الف عافيه. طبعا جبنا القيمر على مود المربى، وصمون الحار اكيد، والجبن، وهذا الكيك. هذا ريوقنا البسيط، وحبيت اشاركه وياكم. والله شنو على مود شنو، على مود المربى. وهنا حبايبي اليوم زوجي فاجأني، يعني مفاجأة كلش حلوة، وكنت ما متوقعتها أصلا يعني. ولين إحنا تدرون عندنا امتحانات وهيك شي، فما يعني ما متخيلة إنه طالعة أو خطار أو هيك شي. المهم، ولا هم مو خطار، هم أهل بيت. قال لي اليوم أريد بامية، وأني خابرت والدتك وأختك راح يجون على الغداء، بس أخويا بالامتحان. في هلا باليجي على راسي حبايبي. بعد أمي وأختي تتوقعون شلون كنت فرحانة. المهم حبايبي، طريقتي بالبامية كلش سهلة. ما سوينا يعني أكلات هواية. سويت هي البامية والتمن. وهنا شنو، أكيد لازم أحمس اللحم. يلا أخليه للمي الفاير وأخليه يسلك كل زين، وبعدين أسوي الخطوات الثانية. طبعا أثناء ما ينسلق اللحم، أكيد جايب لي خضورات، فراح ننظف الخضورات. البامية ما تحلى إذا مو خضورات. طبعا دائما الغداء يعني هو حالات السفرة، غدا عشاء حالاتها الخضرة. منو يتفق وياي أو منو عكس، منو يحب الخضر؟ أنا عندي ابني الكبير ما يحب الخضورات، بس احنا أنا وزوجي وابني الصغير لا، عادي ناكل الخضروات ونفضلها. طبعا هنا حبايبي مثل ما شفتوا خلصت الخضروات وغسلتها، طبعا اكثر من غسله. وهنا اللحم ورا مستوى، خليت له ثوم شو اسمه الباميه. وهنا على جهة أنا دائما هاي طريقتي أسوي أمرد البامية، العفو الطماطة، وأخليها تفور على جهة حتى ما تنهرس البامية، لأن هي جديدة فترفى ما تتحمل. وأكيد سوينا مثل ما تشوفون الخيار والبصل والليمون وهاي الخضرة، وثردني أكيد البامية لازم ثريد وتمن وكاسات وخير ونعمة والرقي أكيد. وسهمنا وسهمكم ألف عافية، وحالاتها بشنو باللمة، الله يديمها يا رب. طبعا أمي حبيبتي تدرون يعني إنه أنا شوية حامل وهيك شي، فهي خطية يعني قلبها علي قد ما دا أحس إنه. المهم الله يحفظها إن شاء الله. قالت لي بعد أنتي من تريدين خبز بس تعطيني خبر وأني أخبز ليش تجيني يمي، نقعد نسولف منا سالفة منا ضحكة منا. نروح نخبز ونطيش الخبز وترحين البيتك. أني أقول خطية يعني أتعبها وياي، يعني تدرون يعني هي معدها بيت، وأختي موظفة، أخويا دوام، ولد شاب يعني، فهي هم عندها هواي مسؤوليات. بس ما أعرف بعد هي خطية. قالت لي كل ما تردين بس تعالي، والله كريم إن شاء الله ما أكون أني مثقلة عليها. أنا صراحة يعني طبعي هذا ما أحب أثقل على أحد، بس هي خطية يعني. حتى يعني بحمل القديم وهي دائما خطية ما تقصر بأي شيء يعني، حتى مو إلي يعني، هي للغريب الله يعطيها الصحة والعافية يعني، للغريب
أبد ما تقصر إذا مثلا أي شي مو مجرد يعني إنه شغل أو شي، أي شي، فما تقصر ويا أحد. عاد مو بنتها، وبنتها كبيرة وتعبانة المهم هي خطية سوداء علي تخبز وأنا قاعدة بس أصور بيها، أصور بالمتسلق. عندهم حديقة صغيرة، وإذا أقول حق المتابعين أهلي عندهم حديقة، أنا ما عندي حديقة. المهم هذا الورد البنفسجي كلش حلو، هذا طبعا ورد الصباح، عندها دمعة الطفل، هواية شغلات عندهم بس ضلمة، فحبيت أصور لكم هاي لأن جاي عليها الضوء. وهنا أكيد طبعا ورا ما خلصت خطية الخبز تعشينا وهاي، فإجا زوجي فمحتاجين مسواق من الماركت يعني للبيت. تدرون هاي احتياجات البيت اللي ما تخلص، المشتريات يعني ما أعرف وين تروح تشتريها منا، ورا أسبوع أسبوعين تلقيها خلصانة. الله ينطي الله ينطي اللي يعني شلون الأولاد ويترس البيت بهاي شو اسميهم أنا الكائنات الجميلة اللي تخليك تتسوق وتشتري، وحايرة توفر لهم شنو الأكلات، شنو الأشياء اللي يحبوها. يعني طبعا إحنا لو ما أولادنا وهاي كان يعني ما أعرف حياتنا شلون تصير، فهي حالات حياتنا، وإحنا على شنو نشتغل، على شنو نتعب، هو لأجلهم. فهنا رحت للماركت وسوقت كم شغلة محتاجتها للبيت. أكيد هنا جبت أفخاذ، جبت دجاج، جبت صدر دجاج، وعندي بعد أروح للسوق أجيب لحوم وهيك أمور. هنا جبت علب حلويات. طبعا مو كل شي رحت لقيته، بعض الشغلات لقيتها وبعض الشغلات ما لقيتها، فقلت عادي يعني هي محلات هواية يمي وأني أجيب. بس أني هذا المحل دائما أحب أسوق منه مسواقي لهواية، هو مو فرق سعر لا والله، بس يعني أني أرتاح بيه من أروح أسوق من عنده. مثل ما تشوفون هنا شوكولاتة جبت، وأكيد الشاي، شاي جيهان إحنا يعني كلش متعودين عليه، فما أعرف يعني ما نعرف نجيب غير نوعية، هاي إحنا بعد شاي جيهان أنتوا تعودوا عليه. أنا كل ما أسوق هذا الشاي لازم تشوفونه، وحليب أكيد. طبعا بصراحة هذا القلاص أنا ما جايبته، بس شو لقيته بالمسواق مالتي فعادي، ما أعرف منو مخليلي. المهم حبايبي هنا أنا جبت هاي القشطة، قشطة كالا، طبعا طعمها كلش طيب، أكيد هسه انتم مجربيه وتعرفون طعمه. هم جبت فد 4، وأكيد إحنا ماركتات يمنا، وهذا الجبن أقول يعني الماركتات يمنا، فأكيد إحنا يعني إذا نحتاج شي نجيب من يمهم. هاي أخذنا شيبس للأولاد، وأكيد هاي السوالف يحبوها. وهاي نوعية الجبن، إحنا الآن دائما نوعيات جبن، يمكن إذا شايفين فيديوهاتي السابقة نوعيات الجبن مالتي محددة، يعني ما أجيب أي نوعية، فأقول ليش أجيب، مرات أجيب غير شي فما يحبوه فما أجيبه، فدائما أجيب نوعيات هي نفسها متكررة. وأكيد هنا المعكرونية، السباكيتي، طبعا أكتر شي بالبيت أني أكل المعكرونية. ابني وياي الصغير يقول لي ماما شو اسوي بالمعكرونية، قلت له أنت متحب أنا أحبها. فجبت يعني منها كم كيس، وهاي الشيبس الثاني، وهذا الجيلي شفته ما أعرف يعني كان طيب أو لا، النوعية يعني شو جديدة ما شايفة ثاني بالنسبة لي، ما استخدمتها قبل. هاي جبنة كيري، هالمرة ما جبت هاي المربعة، جبت هاي قلت بدي أشوف طعمها. هاي كرافت، كلش طيبة مجربتها. ومعجون هاي الفرش الأسنان لازم يعني كل مرة نجيب. وأكيد الماجي لازم أني ماجي، ما أقدر أستغني عن الماجي. والله ينطي نكهة وطعم للأكل كلش طيبة تصير الأكلات البي. وأكيد هذا البسكت، وهذا الليمون للتتبيلات، والخال، ذني شغلات ضرورية. عندي باقي الصلصات فبس محتاجة ذولا وجبتهم. هذا جبن الثاني، وهذا الملح، أكيد الملح لازم نجيبه. هذا البسكت المملح طعمه كلش طيب، أنا أحبه فجبته إليه. أكيد لازم نجيب النفس نشيخه، ما كله للبيت ما يصير. وهذا شامبو للأولاد،
وأكيد جبت هذا المعطر مال كل شي، هذا تخلوه على الفراشات، بالمسح، بالحمامات. هذا يعني معطر عام، مو متحدد في شي. طبعا الريحة مالته كلش طيبة. وأكيد القاصر، الفلاش العفو، هواية يعني مو دائما والله استخدمه لأنه هو يعني كلش قوي، فمن أشوفه يعني المكان محتاج فلاش أخليه بس نسبة كلش قليلة. وهذا أكيد مال الحمام، مال يعني القعادات، منظف كلش زين هاي النوعية. وأكيد مال الزجاج. وهذا سائل للغسيل مال الإيدين. طبعا هذا المسواق مالتنا. ولهنا راح ينتهي الفيديو. أتمنى من عندكم اللايك إذا كنتوا ما مشتركين، أيضا هم تشتركوا لي بالقناة. وأشوفكم بخير بالفيديو الجاي، ومع ألف سلامة حبايب قلبي.